نيك، كيلي، ديلان وجيسيكا يواظبون على التمارين الرياضية ل 240 ساعة كل أسبوع، وفيما يحذر الأطباء من قيام الأطفال بتمارين رفع الأثقال، فإن ديلان يستطيع رفع ثقل 59 كيلوغراما. أخته الأصغر جيسيكا ذات ال4 سنوات تتمرن هي الأخرى بأوزان تصل إلى 45 كيلوغرام، رغم أن الحد الأقصى الموصى به للسماح لأطفال في سن للتمرين به هو نصف كيلوغرام. الزوجان كان قد التقيا في منافسات أقوى رجل وأقوى امرأة في العالم، وقرر الارتباط ليكون أسرة، وبه فإنه من البديهي أن تعطي النتيجة أبناء بهذه القوة. الأب نيك يقول بأن أبناؤه عاديين ويستمتعون بما يقومون به، إلى درجة أنهم أصبحوا معتادين عليه جيدا. عائلة جونسون عائلة أمريكية تعيش حياتها كأي عائلة أخرى، ولكن ما يميزهم هو أن جميع أفرادها السبعة يعانون من داء التقزم. الزوجان أمبر وترينيت تزوجا قبل 20 سنة تقريبا، ورزقا بابنيهما جونا وإليزابيث، اللذان كانت ولادتهما عسيرة ولم يروا النور إلا بعد إجراء عملية ولادة قيصرية. ولكن الزوجين أرادا أسرة أكبر، وبما أنهما لم يستطيعا إنجاب المزيد من الأطفال نظرا للمخاطر الصحية على الأم، قررا تبني أبنائهم الثلاثة الآخرين، وهم أنا من روسيا، أليكس من كوريا الجنوبية، وإيما من الصين، وكلهم يعانون من داء القزامة. ريتشارد لورانغ فتح عينيه في هذا الكوكب بعيدا عن والديه الحقيقيين، ولم يهدأ أبدا عنده الشعور والرغبة بالبحث عنهما وإيجادهما، وكأي طفل متخلى عنه يسعى فيما بعد إلى اقتفاء أثر عائلته الحقيقية، كان عليه أن يكون مستعدا لتقبل النتائج. ولكن النتيجة كانت مختلفة وغريبة بالنسبة له، فقد اكتشف بأن أمه الحقيقية سيدة بلحية عانت منذ طفولتها من هذا الخلل الجيني. في شبابها التقت بعامل في السيرك استخدمها في تقديم عروض بعنوان المرأة بلحية، وكانت معه أيضا في علاقة أعقبها حملها بريتشارد، غير أنه انتزعه منها فورا بعد ولادته وتخلى عنه لدار الأيتام. عائلة مارشالز هي العائلة البريطانية التي تحمل الرقم القياسي في عدد العمليات التجميلية، والتي وصل عددها إلى 13، وكلها لتكبير الصدر كلفتها ما يناهز 80,000 دولار. الأم شانتال أجرت 4 عمليات، وكذلك بناتها ال4. تيري وإيما خضعتا ل3 عمليات لكل واحدة منهما، تارا ل2 وريبلي لعملية واحدة، ما يعني أنه تم زرع ما مجموعه 3 لترات من السيليكون في أحشائهن من أجل إشباع رغبتهن في الحصول على المظهر الذي يرغبن فيه. ولكن البنت الصغرى بريتني التي تفضل التركيز على دراستها لم توافق والدتها وشقيقاتها الرأي، ولا تفكر في الخضوع لأي جراحة تجميلية مستقبلا. بعد أن هرب جون غراي من محاكمته بتهمة الاعتداء وسرقة سلاح حارس أمن، أخذ جميع أفراد عائلته لمنطقة معزولة وبنى لنفسه محمية من 20 هكتارا، وطوقها بالحماية باستعمال الأسلحة الثقيلة، ووضع استراتيجية للتصدي للغرباء الذين قد يقتربون منهم. عائلته الآن أصبحت تتكون من 10 أفراد، وأمنت لنفسها الاكتفاء الذاتي من الغذاء وحاجيتها من الماء والكهرباء واللباس. هذه العائلة الروسية المتكونة من 3 أفراد هي عائلة جميع أفرادها من القتلة الذين وصل عدد ضحاياهم إلى 30 قتيلا، بمن فيهم ضابط شرطة. هذا الأخير تعرض للتصفية مع جميع أفراد أسرته من طرف العائلة المجرمة فقط لأنه قام بطرد الزوجة إينيسا من منزله. الأب رومان باتكوبايف وزوجته إينيسا بالإضافة إلى ابنتهم فيكتوريا ضبطوا من طرف المحققين بعد جريمتهم الأخيرة، وخلال محاصرتهم من طرف عناصر الأمن قتل الأب وألقي القبض على الزوجة والابنة اللتان اعترفتا بجميع جرائمهن.